لكل البنات والشباب اللي قاعدين لوحدهم او متغربين للدراسه او الشغل واللي عندهم مشاكل في فهم معضله غسل الغسيل، ايوه، ولبسهم طبعا اللي بيبوظ. عندنا النهارده ليكم ايه شويه تريكس كده وتيبس لكل ما يتعلق بالملابس. موجود عند مين يا جماعه؟ هو راجل واحد، محمد اشرف. محمد اشرف هو صانع محتوى من مصر، قدر ان هو يساعد ملايين، العبد الله واحد منهم، بيتابعوه في انهم يحلوا مشكلات يوميه حياتيه خاصه بموضوع لبسهم، الغسيل، وحاجات تانية كتير قوي بتشغل بالنا. يعني نحن عم نحكي عن بقع صعبة، حيل باللبس وقصص كتير تانية. فيديوهات قصيرة والفايدة كبيرة. خلينا نشوف جزء من محتواه قبل ما نتعرف عليه أكتر. اسرار لازم تكون عارفها وانت بتشتري هدوم. اكيد ما خدتش بالك من العلامات دي قبل كده. انت حقيقي في مصيبه لو ما تعرفش الرموز اللي على التيشيرت دي. هدومك كلها عمرها بيقل عشان ما تعرفش الرموز دي. انت بتعمل كارثه بعد ما توسخ الشراب بيتوسخ فبترميه في الزباله او تحط عليه كلور تبوظه. مشكله كبيره لو ما كنتش تعرف الخدع دي للجزمه بتاعتك. هتمشي شمعه بنفس لون الكوتش. مشكله كبيره لو ريحه العرق ما بتروحش حتى بعد الغسيل. خليك عارف ان بكتيريا العرق في هدومك او لبس الجيم مش هتروح بالغسيل. اوعى تكون بترمي التيشيرت لو قشر منك. التيشيرت بتحبه ويقشر فبتستغنى عنه. يعني خلونا نرحب بمحمد هلالي، صانع محتوى. يا استاذ محمد ازيك؟ أهلا فيك. لا احنا مش متعودين على النضاره مش متعودين احنا على الكلام ده. لا انا اصلا لسه طالع من الشغل. انت بتشتغل في بنك الصبح وبالليل بتعرفنا نغسل ازاي ولا ايه؟ محمد، يمكن المحتوى اللي انت بتقدمه يمكن لو طلع من بنوته احنا هنقول تمام، لكن هو طالع من ولد، فايه اللي خلاك تعمل محتوى زي ده؟ بص، هو مبدئيا لما جيت بدات كان من 2019 او 18، كان تقريبا من 5 أو 6 سنين. فلما جيت بدات تقريبا ما كانش معايا حد في المجال، فكلها تيبس انا كنت دايما بتحط فيها في مشاكل. يعني فكانت بقى الموضوع بالنسبه لي هوايه، زي اللي بيرسم، زي اللي بيغني، انا كنت بعمل الحاجات دي مع نفسي. وبعد كده مع الوقت اللي هو طب انا ليه ما جربتش اطلعها للناس تتعلم منها. فلما بدات اطلع الحاجات دي ما حدش كان بيتفرج اصلا، يعني قعدت سنه ونص ما حدش بيتفرج. ولما جيت سالت نفسي هو انت فارق معاك؟ لا، يعني كان بيجي لي لايك واحد او 5 لايك او 10 لايك، مش فارق معايا لو انت بتقدم لاجل ان انت بتحب ده. فمع الوقت وحاجه في حاجه في حاجه، سنه في 2 في 3، يعني مثلا ممكن وصلت الاول 100,000 بعد سنتين حرفيا ما كانش فارق معايا. ولو لما وصلت الاول 500,000 برضه ما كانش فارق معايا. اللي هو انا يا جماعه نزلت الفيديو ده ما بفتحش ابص على الفيديو جاب كام او ما جابش كام. لا، هو الفكره انا بعمل حاجه بحبها. يعني انا نزلت جاب او ما جابش، لو استفاد مني 2 او استفاد مني 1 انا كاني وصلت المعلومه، كاني ساعدت واحد. انا بتعامل مع الناس اللي هو ده مش بلوجر او انفلونسر، انا بتعامل ببص لوجهه الفيديوهات دي تعمل ايه لو انت مكانها. حلو. انا لحد دلوقتي مش مقتنع اصلا ان انا عندي الرقم ده، فبتعامل عادي جدا. فانا لما باجي احط نفسي في المشكله اللي هو طب ما ممكن يتحط في كذا، اجي ادور بقى اعمل ريسيرش على المشاكل دي، فلاقيني اتحطيت في مشكله ثانيه، مشكله ورا مشكله. فلاقي كل شويه مشكله اروح واخدها ريسيرش ومارك مارك مارك. انا اللابتوب عندي كله عباره عن ريسيرشز بس، ماركس بس. بقعد بقى قدام نفسي كده، اقعد قدام الدولاب او اقعد قدام الغساله او في الحمام بقى، افضل اجرب كل الحاجات دي واحسن تيبس بطلع اعملها. لا والله برافو عليك. بدي اسالك عن هذا الموضوع، يعني أنا كنت بدي أسألك عن هذا الموضوع قبل ما تصور تيب أو تريك معينة بتجربها قبل ما تصورها؟ يعني أنت بتحكي عن خبرة ولا بس أشياء بتعمل لك جوجل؟ أنا هدومي بايظة بسبب الحوار ده. لا أنا مثلا الأول أنا عندي مشكلة، تمام؟ أنا عندي مشكلة، بخش على جوجل ألاقي لها مثلا 15 حل، تمام؟ اقدر اجرب مثلا منهم مثلا في 6 حلول اقدر اوفرهم عندي في البيت. لا ممكن اجرب في 6، اجرب في 7 اللي هم متوفرين امكانياتهم عندي في البيت. في حاجات مش عندي في البيت، اللي تمام شغال اوكي. في حاجات بتشتغل معايا بالتكرار، في حاجات ما بتشتغلش اصلا. في حاجات زي مثلا في مثلا تريك مثلا اشتغلت مثلا في تيشرت وتيشرت ثاني لا، خلاص دي الحاجات اللي كلها تمشي مع الاغلبيه. خلاص دي حطها على السوشيال ميديا، دي الناس هتسالك فيها، دي هتسال فيها لو الناس هدومها باظت او حاجه، لان الناس بتجيلك بسبب المصداقيه. يعني في ناس ممكن يكون بيجي لها مشاهدات اكتر مني بس مش هيجي لها عدد الفولورز ده. ليه؟ لان هو دخل انا بصراحه انا اتعلمت كذا فتعلمت، انا اتعملت كذا فتعلمت، فلا خلاص الراجل ده ثقه. لكن لما اجي احط لك حاجه اي كلام مره في مره الراجل ده بيقول اي كلام، فلا مش هيبقى عندنا. لا وانت كلامك انا ابصم بالعشره ما جربه. اللي بقدمه او اللي انا بعمله بحس ان انا
لا بقول لك كمان يعني مثلا في تريكس، مثلا اقول لك حاجه زي بركه الشاي واللي هي اللي عايز تزود ترجع الاسود تاني. كنت بقول لهم حطوا قهوه او حطوا شاي. صح. طبعا ده عمل جدل رهيب على السوشيال ميديا، ازاي احط قهوه واحط شاي، واللي داخل يقول لي ما بتخرب الغساله، سكر وحاجات كده. هو الفكره لا دي ما بتخربش الغساله، انا جربتها بصراحه. هي جت معايا بالتكرار، يعني مره في الثانيه لقيت التيشيرت لا بقى تمام. دي مش حلول دايما للتيشيرت، يعني مثلا ممكن تلبس التيشيرت بعدها 3-4 مرات، بس بالغسل العادي هتلاقيها راحت تاني، لانها في الاول والاخر لون ما اثبتش بصبغه، ده هو لون انت بتحطه كاضافه للشيء ده، فبيقعد معاك 3 أو 4 غسلات وبعد كده بيروح. لا يعني انا عايز اقول لك يا هلالي ان انا جربت مثلا حوار الشرابات البيضه دي. لا انت عملت سحر بكربونات الصودا 24 ساعه وبعد كده لا ده سحر يا راجل، سحر. بس السؤال هنا، انت بتحس فعلا ان في نقص في المحتوى اللي بيقدم للشباب عن الموضه، ازاي يتعاملوا مع لبسهم، الكلام ده، مع انه حاجه مهمه جدا يعني؟ جدا بصراحه. اقول لك حاجه، احنا عندنا دلوقتي في مصر مقدمين المحتوى ما شاء الله بقى كتير جدا. انا لما بدات ما كانش معايا غير 1 أو 2 من 5 أو 6 سنين. فدلوقتي الرائد في مصر او اللي شغال في مصر تنسق ايه على الوان ايه، او تلبس ايه لو انت نازل بالليل، تلبس ايه لو انت مش عارف ايه، فبيبقى اطقم محدوده بشكل معين وبتاع. بس اللي انت بتقدمه ما بحسش ان هو بيوصل لكل الناس، ما بحسش ان هو بيوصل لصغيرين كبار ستات رجال، ما بحسش ان انت قدرت تفيد غير فرد معين رايح امتحان مثلا، او فرد معين خارج بالليل مثلا من الساعه 12. فبحس ان في نقص في جزئيه معينه، اكنك بتفتح مثلا محل اكل في شارع كامل ما فيهوش مثلا صح. غير كافيهات. صح. الشارع كله فيه كافيهات، انا فتحت بتاع اكل. تمام، بتاع الاكل كله بقى راح لبتاع الاكل ده. احنا عايزين نستفاد من ده. انا مش عايز اعرف البس ايه على تيشرت ابيض، ما الناس عارفه انت ممكن تلبس ايه على تيشرت ابيض، بس الناس مش عارفه تشيل الوساخه ازاي، ارجعه ابيض ازاي اصلا، ازاي من على التيشيرت الابيض. صح. بالظبط. فانا فكره المحتوى اللي عندي مش ازاي تلبس، يعني انا مش موديل لان انا زي ما بقول لك انا حتى ولا معتبر نفسي انفلونسر ولا بلوجر. بس انت ازاي لو انت عندك مشكله تيبس او تريكس او سحر عموما ازاي تنفذه وتخليك مرتاح باسرع طرق او انت نازل. يعني انا امبارح منزل فيديو عن اللي هو الدبل فيس، اللي هو لازم الدبل فيس تعمل بيه مع لبسك. يعني نصايح الشباب يتبعوها لانه يظبطوا الاوتفيتس تاعتهم. شلت على فكره القميص ده بالظبط. طيب محمد، انا حابه اعرف بس اذا فيك تعطينا الوان الاوتفيتس، ازاي تخلي شكل الاوتفيتس بشكل سريع. اوكي، ما بعرف اذا مش الحل هو في حاجه في ديلي شوي، بس انا حابه اعرف اذا فيك تعطينا اغرب نصيحه انت قدمتها على صفحتك والناس قالوا لك انها زبطت معهم. اغرب نصيحه هي بتاعت الشاي بصراحه. بتاعت الشاي والقهوه دي كانت اغرب واحده، وبتاعت الكولا في انك تشيل الدم. حلو، وظبطت مع الناس يعني اعطوك بوزيتيف ريفيوز؟ بالنسبه لي انا كنت مجربها. والثانيه بتاعت دي ظبطت جدا مع الناس. في الكومنتس في ناس كانت ضد وفي ناس كانت مع، اللي هو في ناس ما جربتش، اللي هو انت بتقولي انا عايز ناكل الكوتش بتاعي، عايز ناكل هدومي، عايز نشرب هدومي. فاللي جرب كان تمام، واللي ما جربش كان لا. في برضه خدعه انا عملتها من 5 سنين، ازاي تحط شمعه على الكوتش القماش، ففي عز المطره الكوتش بيبقى زي كانه ووتر بروف. صح. دي ما ينفعش تعملها في الخريف، ما ينفعش تعملها في الصيف. ما ينفعش تعملها وانت نازل في يوم تراب، لان هتلم تراب اصلا على الشوز. بس في يوم في مطره مش هتعمل ده، هي كلها يعني 30 ثانيه. يعني هلالي احنا مبسوطين ان انت كنت معانا، ويا جماعه بجد يعني دي مش دعايه، بس تابعوا محتوى محمد هلالي هتتبسطوا قوي هتلاقوا حلول لكل حاجه. شكرا ليك يا محمد. شكرا لك.